خلصت ثانوية عامة وبتفكر تدخل تجارة انجليش بس تايه ومش عارف هتدرس ايه في الكلية وايه هي المواد اللي عليك في تجارة انجليش. ويا ترى هل هي كلها عن المحاسبة والاقتصاد والإدارة ولا في مواد تانية؟ ويا ترى هذاكر المواد دي ازاي وانا اصلا عندي مشكلة كبيرة جدا مع الانجليش. في فيديو النهاردة هاخدك في رحلة صغيرة هتعرفك ايه هي المواد اللي عليك في الكلية، مش بس في سنة أولى، لأ ده كمان خلال الأربع سنين كلية. وقبل ما نبدأ أنا عارف إن اللي شغلك أكتر هي اللغة مش المواد، وبتسأل نفسك إزاي هدرس مواد الكلية وأنا أصلا ضعيف في الإنجليش. ويا ترى دكاترة الكلية بتشرح المواد بالعربي ولا بالإنجليش؟ خليني أقول لك إن السؤال ده أنا اتسألته كتير جدا، وعشان كده أنا عامل لك مفاجأة حلوة جدا في نهاية الفيديو هتريح بالك خالص من موضوع اللغة ده وهتوفر عليك جهد كبير. فتابع الفيديو للآخر عشان كل أجزاء فيديو النهاردة مرتبطة ببعضها، وما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا نبدأ رحلتنا. تعالى الأول نعرف السنة الدراسية في تجارة إنجليش بتمشي إزاي. أنت في السنة بتمتحن 4 امتحانات، مرتين أنت عارفهم زي سنين الدراسة العادية اللي أنت مريت بيهم، اللي هو امتحان نص السنة اللي هنسميه الهاف سيمستر، وامتحان آخر السنة اللي هو الفاينل إكزام. بس قبل كل امتحان فيهم في امتحان اسمه الميد تيرم، والميد تيرم ده معناه امتحان نص الترم مش نص السنة. يعني لو جينا نحسبها يبقى انت اول ما تدخل الكلية هيعدي عليك شهر او اكتر وتمتحن اول امتحان في الكلية اللي عرفنا مع بعض انه اسمه الميد تيرم. وبعد كام شهر من الميد تيرم توصل بقى لنص السنة فتمتحن امتحان نص السنة. والترم التاني لما يبدأ ان شاء الله برضه هيمر شهر او اكتر وتمتحن امتحان الميد تيرم. وفي نهاية السنة خالص هتمتحن الفاينل اكزام. طيب ايه بقى المواد اللي هندرسها ونمتحن فيها دي وازاي نجهز نفسنا قبل الامتحانات؟ جهز بقى ورقة وقلم وتابع معايا بتركيز. تعال نبدأ الأول بسنة أولى. انت في الترم الأول من سنة أولى هتدرس مواد زي المانجمنت برينسيبلز. تاني المانجمنت برينسيبلز اللي هي أساسيات الإدارة أو مبادئ الإدارة، ودي بتديك نظرة عامة عن ازاي الشركات بتدير أعمالها، وبتتعرف في المادة دي على نظم الإدارة. وتاني مادة هتاخدها في الترم الأول هي المايكرو إيكونومي. المايكرو إيكونومي اللي هو الاقتصاد الجزئي. وهنا المادة دي بتعرفك يعني إيه كلمة اقتصاد، ويعني إيه مرونة العرض والطلب على السلع والخدمات، وإزاي بنحدد عمليات زيادة الشراء والبيع في الأسواق. وتالت مادة في الترم الأول مادة اسمها الفاينانشال Accounting Principles. تاني Financial Accounting Principles اللي هي مبادئ المحاسبة المالية. والمادة دي بتبدأ تدرس فيها أسس الحسابات في الشركات، وإزاي أنت كمحاسب في المستقبل إن شاء الله تعرف تسجل حاجة اسمها القيود اليومية لما الشركة بيكون عندها عملية بيع وشراء. وتالت مادة اللي هي البيزنس انجلش، ودي بتديك اساسيات في مصطلحات الانجليش وهتساعدك كتير في بداية الدراسة. ورابع مادة اللي هي البيور ماث. البيور ماث اللي هي الرياضة البحتة، وانت دي بتاخد فيها اساسيات يعني ما تقلقش. وبعد كده بتاخد مادة اسمها البوليتيكال ساينس. البوليتيكال ساينس اللي هي العلوم السياسية، ودي تعتبر مادة نظري بتتعرف فيها بس على بعض سياسات الحكومات. واخيرا بتدرس ماده اسمها السوشيال ايشوز. السوشيال ايشوز او ماده القضايا المجتمعيه، ودي برضو ماده نظري بتتلم قبل الامتحان بكام يوم. مش عايزك تتخض خالص وتقول ايه كل المواد دي، لان زي ما قلت لك المواد دي معظمهم نظري، والغرض منها انك تاخد نظره عامه بس كده عن الكليه في بدايه الدراسه. ونيجي بقى للجزء الاهم، وهو ان القناه هنا بتشرح اهم مادتين واتقلهم اللي هما الفاينانشال اكاونتنج برنسبلز وماده المايكرو ايكونومي. يعني مش محتاج فيهم كورسات، وبكده اكون وفرت عليك وقت وفلوس. خلصنا الترم الاول من الكليه، تعالوا بقى نعرف ايه هي مواد الترم الثاني او السكند سيمستر. اول ماده معانا ماده اسمها الاو بي، وهي اختصار للاورجنايزيشنال بيهيفير. الاورجنايزيشنال بيهيفير او ماده السلوك التنظيمي.
ودي مادة بتكون مزيج ما بين النظم والإدارة جوه الشركات. وتاني مادة معاك في الترم التاني من سنة أولى هي البيزنس إنجلش برضو، وده إنجلش خاص شوية بمصطلحات البيزنس وبيعلمك مهارات التواصل بالإنجلش. والمادة التالتة هي Descriptive Statistics. Descriptive Statistics أو الإحصاء الوصفية، ودي مادة إحصاء وبيكون فيها برضو جزء من البيور ماث. ورابع مادة هي الماكرو ايكونومكس. الماكرو ايكونومكس أو الاقتصاد الكلي. لو تفتكر من شوية قلنا إنك هتدرس في الترم الأول مادة اسمها المايكرو ايكونومي، وقلنا إن المايكرو ايكونومي هو الاقتصاد الجزئي، لكن أنت في الترم الثاني أنت بتدرس الماكرو ايكونومي. الماكرو ايكونومي اللي هو الاقتصاد الكلي، ولما نبدأ دراسة إن شاء الله هتعرف إيه الفرق ما بين الاتنين. خامس مادة معاك في الترم الثاني هتكون المانجيريال اكاونتنج برنسبلز. المانجيريال اكاونتنج برنسبلز، وهي مبادئ المحاسبة الإدارية، وده فرع من فروع الاكاونتنج أو فرع من فروع المحاسبة. وآخر مادة هتدرسها في الترم الثاني مادة اسمها البيزنس لو، أو خلينا نقول إن هي الكوميرشال لو اللي هو القانون التجاري أو قانون الأعمال. طيب احنا هنا بقى هنذاكر ايه في القناة من المواد الترم الثاني؟ هقول لك ان القناة هنا بتقدم لك شرح مادتين في الترم الثاني اللي هما المانجيريال اكاونتنج ومادة الماكرو ايكونومي. خلصنا سنة أولى، نيجي بقى لسنة تانية ونبدأ نتعرف على مواد الترم الأول من سنة تانية. وتبدأ معاك سنة تانية بمادة اسمها الماركتنج برنسبلز. الماركتنج برنسبلز اللي هي مبادئ التسويق، ودي مادة بتعرفك على أساسيات في علم التسويق وإزاي الشركات بتسوق لمنتجاتها من خلال فريق الماركتنج الخاص بيها. وتاني مادة في سنة تانية هتكون الانفورميشن تكنولوجي سيستمز اللي هي نظم تكنولوجيا المعلومات، ودي من المواد الجديدة في الكلية من كام سنة عشان تقدر تواكب التغيرات التكنولوجية اللي حاصلة في السوق. وتالت مادة معاك هي الانترميديت اكاونتنج. انترميديت اكاونتنج أو محاسبة متوسطة. وهنا بعد ما درست مبادئ المحاسبة في سنة أولى سواء الفاينانشال اكاونتنج أو المانجيريال اكاونتنج، بتبدأ بقى تتعمق أكتر في مجال المحاسبة عن طريق مادة الانترميديت اكاونتنج. ومش عايزك تكون قلقان لأن كل ده هنلمه مع بعض إن شاء الله من خلال القناة. أنا بس بعرفك على أسامي المواد، فمش عايزك تكون حاسس إن الدنيا صعبة. رابع مادة هتدرسها في الترم الأول من سنة تانية هي مادة Money and Banking. Money and Banking اللي هي مادة نقود وبنوك، ودي من اسمها كده بتبدأ تتعرف أكتر على شغل البنوك من نظرة محاسبية، وتعرف إيه هي محاسبة البنوك وإزاي البنوك بتدير أموالها. وعايز أقول لك دي من المواد السهلة واللذيذة جدا في الكلية. خامس مادة هتكون مادة البابليك فاينانس. البابليك فاينانس أو المالية العامة، وهنا بتدرس إزاي حكومات الدول بتجيب فلوس عشان تمول مشاريعها، بالظبط زي ما بتشوف في مصر إنها بتستلف من البنك الدولي أو من الدول المجاورة عشان خاطر تمول مشاريعها. والقناة هنا بتشرح لك مادتين في سنة تانية من الترم الأول، وهي مادة الانترميديت اكاونتنج ومادة الماني اند بانكينج. ولما بقول هنا إن القناة بتشرح مواد معينة، أنا هنا قصدي إن القناة بتقدم لك شرح المادة كامل ومراجعتها قبل كل امتحان، وبتقول لك على التريكس اللي من خلالها إن شاء الله تجيب جريد في الكلية. خلصنا الترم الأول من سنة تانية، تعال بقى نعرف إيه المواد اللي هتدرسها في الترم التاني من سنة تانية. نبدأ بأول مادة وهي مادة الفاينانس، ودي مادة التمويل. وهنا بقى لازم تبدأ إنك تركز مع المواد دي لأن مستقبلها كويس جدا. هتعرف إزاي الشركات بتمول نفسها، يعني إزاي الشركات بتقدر تلم فلوس من السوق عشان خاطر تمول المشاريع بتاعتها. وتاني مادة في الترم التاني هي مادة ال HR أو الهيومن ريسورسز. الهيومن ريسورسز، ودي مادة الموارد البشرية. والاتش ار ده هو المسؤول عن توظيف الاشخاص في الشركات، واكيد طبعا انتوا شفتوا فيديوهات ليهم على السوشيال ميديا وسمعتوا عن مرتباتهم الفلكيه. ثالث ماده معانا هي ماده الجفرنمنتال اكاونتنج او المحاسبه الحكوميه، وده برضو جزء من اجزاء المحاسبه في الجهات الحكوميه.
رابع مادة معانا في الترم الثاني من سنة تانية هي الانترميديت اكاونتنج، ودي تكملة للمحاسبة المتوسطة اللي انت خدتها في الترم الأول من سنة تانية. نخش على خامس مادة وهي الستيت بادجت. الستيت بادجت ودي معناها موازنة الدولة، ودي أكيد أنت بتسمع عنها كتير زي عجز الموازنة والميزان التجاري في الدولة. سادس مادة هي الانشورنس اللي هي مادة التأمين. هتبدأ تتعرف على نظام شركات التأمين، زي ما بتسمع كده إن فلان متأمن عليه أو فلان مأمن على شقته أو عربيته. دي كده مواد الترم الثاني من سنة تانية، والقناة هنا بتقدم لك شرح مادة الانترميديت اكاونتنج ومادة الفاينانس. خلصت سنة تانية على خير إن شاء الله. نبدأ بقى نفكر إزاي تختار القسم اللي هتتخصص فيه في سنة تالتة وسنة رابعة، بعد ما تكون درست معظم المواد في أولى وتانية وحددت إيه أقرب المواد ليك. وأنا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن كل قسم وإزاي تختار أفضل قسم ليك، وهسيب لك لينك الفيديو ده في الديسكريبشن، وهيساعدك كتير جدا في تحديد القسم المناسب ليك. وندخل بقى على سنة تالتة، وانا هنا هتكلم عن مواد قسم الاكاونتنج. في الترم الاول هتدرس مادة اسمها التاكسيشن سيستمز. التاكسيشن سيستمز اللي هي النظم الضريبية، وهنا بتتعرف على النظام الضريبي المصري والامريكي. تاني مادة اسمها البرودكشن اللي هي مادة الانتاج، ودي مادة بتعرفك على إدارة الإنتاج في الشركات وإزاي الشركات بتدير حاجة اسمها الأوبريشنز بتاعتها أو نظم التشغيل. تالت مادة اسمها الكوربريشن. الكوربريشن أو خلينا نقول إن اسمها الكوربريت أكاونتنج، وهي محاسبة الشركات. هتبدأ بقى هنا تتعمق أكتر وأكتر في حسابات الشركات. ورابع مادة معانا هي الكوست أكاونتنج. الكوست أكاونتنج اللي هي محاسبة التكاليف، وده برضو فرع من فروع المحاسبة. وعايز أقول لك إن محاسب التكاليف أو الكوست أكاونتنت ده يعتبر الأعلى أجر وسعر في سوق المحاسبين، خاصة لو في دول الخليج. والمادة الخامسة من الترم الأول والأخيرة معانا في سنة تالتة هي مادة ال FSA اللي هي ال Financial Statements Analysis. تاني ال Financial Statements Analysis اللي هي تحليل القوائم المالية. شايف كل أنواع المحاسبة اللي احنا قلناها من ساعة ما بدأنا ده كله عشان خاطر الشركات تعمل حاجة اسمها القوائم المالية اللي هي ال Financial Statements، واللي هي بتبين هل الشركة بتكسب ولا بتخسر، وإيه هو مركز الشركة المالي. المادة دي بقى بتشرح لك إزاي تقدر تحلل القوائم المالية دي، ودي مادة مهمة جدا 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 وهتفيدك كتير في شغلك بعد التخرج إن شاء الله. طيب القناة هنا هتقدم لنا إيه من شرح مواد سنة تالتة الترم الأول؟ القناة هنا هتكون معاك في مادتين، مادة الكوربريشن ومادة الفاينانشال ستيتمنت أناليسيس. وندخل على الترم الثاني من سنة تالتة واللي هتدرس فيه مادة اسمها ال SAS اللي هي ال Specialized Accounting Systems، واللي هي أنظمة محاسبية متخصصة. وهنا بتتعرف على السيستمز اللي الشركات أو الأنظمة اللي الشركات بتشتغل بيها من الناحية المحاسبية. وقبل ما أكمل هقول لك تاني، مش عايزك تستصعب الأمور لأن أنا هنا بس بوري لك أسامي المواد، لكن إن شاء الله لما تيجي تبدأ دراسة هتلاقي إن الدنيا إن شاء الله سهلة معاك. تاني مادة هتاخدها هي الكوربريشن 2. إحنا خدنا في الترم الأولاني الكوربريشن، في الترم الثاني هنكمل مادة الكوربريشن واللي قلنا عليها اللي هي محاسبة الشركات. ثالث مادة ال AIS اللي هي Accounting Information Systems بمعنى نظم المعلومات المحاسبية. وآخر مادتين معانا في الترم الثاني من سنة ثالثة مادة اسمها ال Internal Audit واللي هي الرقابة الداخلية أو المراجعة الداخلية، وده القسم اللي بيراجع على حسابات الشركة وبيعمل عليها رقابة. وخامس مادة والأخيرة معانا في الترم الثاني من سنة ثالثة هي ال Operations Research اللي هي مادة بحوث العمليات، ودي مادة لذيذة هتعرف فيها يعني إيه الشركة بتدير الأوبريشنز بتاعتها. وهنا هتلاقي القناة معاك في الترم الثاني من سنة ثالثة في شرح مادتين، مادة الكوربريشن 2 ومادة ال AIS اللي قلنا هي اختصار لل Accounting Information Systems. ونروح بقى للسنة الأخيرة وهي سنة التخرج، سنة رابعة.
آخر سنة ليك في الكلية، فهتلاقي مواد الترم الأول زي الكوست ميجرمنت سيستم، تاني الكوست ميجرمنت سيستم اللي هي نظم قياس التكاليف، وبعد كده تاخد مادة اسمها الادفانسد فاينانشال اكاونتنج. لو تفتكر احنا في أول الفيديو قلنا إن احنا بناخد مبادئ الفاينانشال اكاونتنج في سنة أولى، وبنمر أكتر وأكتر في فروع المحاسبة لحد ما توصل في سنة رابعة هتاخد مادة اسمها الادفانسد فاينانشال اكاونتنج أو المحاسبة المالية المتقدمة، وبعد كده تاخد مادة اسمها الانفستمنت اللي هي مادة الاستثمار، ودي من المواد الجميلة جدا في الكلية اللي هتعرفك مبادئ الاستثمار والبورصة. وآخر مادة هتاخدها في الترم الأول من سنة رابعة هي مادة الأوديت اللي هي الرقابة أو المراجعة. ولو تفتكر احنا قلنا هناخد الانترنال أوديت في سنة ثالثة، لكن في سنة رابعة انت بتاخد حاجة اسمها الاكسترنال أوديت اللي هي الرقابة أو المراجعة الخارجية، زي مثلا الضرايب لما تيجي تراجع على حسابات الشركة، الضرايب هنا اسمها external audit لأنها جهة خارجية. وهنا القناة بتكون معاك في شرح مادتين في سنة رابعة وهما الادفانسد فاينانشال اكاونتنج ومادة الانفستمنت. ونيجي لآخر ترم ليك في الكلية قبل ما تودع الكلية وتتخرج إن شاء الله على خير، هتدرس 4 مواد تانيين وهما الادفانسد مانجيريال اكاونتنج، الادفانسد مانجيريال اكاونتنج وهي محاسبة إدارية متقدمة، وتدرس كمان التاكس اكاونتنج أو محاسبة الضرائب، وتدرس معاهم الاستراتيجي ودي بتدرس فيها استراتيجيات الشركات، وآخر مادة هي الادفانسد كوست اكاونتنج اللي هي محاسبة تكاليف متقدمة. والقناة هنا هتلاقيها معاك في آخر ترم ليك في الكلية في شرح مادتين وهما الادفانسد مانجيريال اكاونتنج ومادة التاكس اكاونتنج. وبكده تكونوا عرفتوا كل المواد اللي هتدرسوها في ال4 سنين بتوع الكلية. وزي ما وعدتك في أول الفيديو بالمفاجأة، وهي إزاي هتلم الدنيا في المواد دي كلها وإزاي تذاكرها واللغة عندك مش أحسن حاجة. أنا هنا بقولك إن الفيديو اللي جاي إن شاء الله هيكون عن أهم الكوميرشال ترمينولوجيز أو المصطلحات التجارية اللي أنت هتدرسها وتستخدمها خلال ال4 سنين دراسة. يعني هتكون داخل الكلية إن شاء الله من أول يوم، والكلام اللي بتسمعه بالإنجليش مش هيكون غريب عليك، لا ده أنت هتكون عارفه وفهمه. وصدقني النقطة دي هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا، وهقول لك ليه في الفيديو اللي جاي. وعايزكم بقى تقولوا لي ايه الطابع اللي انتوا خدتوه حسيتوا بيه من فيديو النهارده عن الكليه لما عرفتوا اسامي المواد؟ حسيتوا ايه؟ الدنيا صعبه ولا عادي؟ وايه رايكم في فكره الفيديو اللي جاي اللي قلنا هنتكلم فيها عن الكوميرشال ترمينولوجيز عشان تساعدكم في دراسه المواد في الكليه؟ شايفينها فكره حلوه ولا لا؟ هستنى رايكم في الكومنتس، وما تنسوش تدعموا القناه بلايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو مع اصحابكم، عشان بجد الفيديوهات اللي بنقدمها فيها مجهود كبير جدا وتكمل إن شاء الله بدعمكم. أتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا لحضراتكم.